السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. انا جهاد السعداني ودرست فن الطهي الفندقي، ودي قناتي. لو اول مره تشوفيني انزلي تحت الفيديو واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني اشعار بوصفاتي الجديده. تعالي بقى هنا كده هنعمل احلى شاورما. مش زي بتاعت بره، لا احلى. طبعا انتي بتجيبي الشاورما سندوتش ب70 وب80 جنيه، لا تعالي هنا هنعمل 10 سندوتشات او 15 سندوتش تقريبا. ب200 جنيه بس، او حاجة بسيطة، يعني قصدي حاجة بسيطة، لان احنا هنعمل التومية في البيت. وهنعمل بقية حاجتنا في البيت يعني. فجبت هنا كيلو فراخ بانيه، مقطعها شرايح، جايباها هنا ومقطعها على ايدي عشان اقطعها بالسمك اللي انا عايزاه. وحطيت بقى التوابل بتاعتي: ملح وفلفل اسود، مرقة دجاج او مرقة فورية عادية، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، حبة لبن صغيرين، يعني نص كوباية لبن. عايزة تزودي مفيش مشكلة. اللبن هنا ليه بقى؟ عشان خاطر يطري الفراخ ويديها طراوة كده، تبقى جوسي من جوه وتبقى ماسكة نفسها كده من بره، ما تبقاش مهربدة ولا حاجة. فاللبن بيديها طراوة حلوة قوي للشاورما، سواء لحمة او فراخ. جبت بقى حبة زيت، وعلى طاسة او صينية كده زي ما انتوا شايفين، بسخن الزيت كويس جدا وبنزلها على الزيت السخن. اهم حاجة اسخن الزيت كويس. ليه اسخن الزيت كويس؟ عشان خاطر الفراخ ما تنزلش ميتها. تمام. ابتدي اقلب بقى. عندك طبعا حبة كزبرة صغننين خالص، عندك حبة كمون صغننين خالص، لكن الفلفل الاسود بحط بكمية محترمة. الثوم البودر، البصل البودر برضو بحط بكمية محترمة. هنا بقى الشاورما استوت اهي عندي، وجبت العيش السوري بتاعي. على فكرة هي تكلفة السندوتشات دي كلها تقريبا 200 او 220 جنيه، يعني مش حاجة كبيرة. انت لو جبتي سندوتشين من بره هيكلفك اكتر من كده بكتير. يعني هتجيبي ساندوتش مثلا الصغير ب70، الكبير ب90. 3 سندوتشات شوفي هيقعوا عليك بكام؟ فوق طبعا 300 جنيه لو هتجيبي مثلا 3 2. فاهمين يا جماعة؟ لكن هنا طبعا في البيت موفر جدا وزي بره بالظبط. طبعا احنا عاملين فيديو للتومية ديت، في فيديو قبل كده عاملاها لوحدها في فيديو، فهتعرفي طريقتها بالظبط لو رجعتي للفيديو. طبعا انا جايبه بقى خيار مخلل ومقطعاه قطع صغيره خالص. وجبت الشاورما بتاعتي، فردت التوميه الاول، وبعد كده حطيت قطع الخيار، وبعد كده حطيت الشاورما. وابتدي اقفل السندوتش بالطريقه دي، كاني بلف بونبونيه كده. فاهمين يا جماعه؟ بالظبط كده. بحط التوميه. طبعا ما كترش الخيار المخلل لان الشاورما فيها ملح، يا اما اقلل الملح اللي في الشاورما شويه. فاهمين يا جماعه؟ عشان خاطر الخيار المخلل هيبقى حادق، والشاورما تبقى فيها ملح فيبقى حادق قوي. فتظبطوا الملح بتاعكم على اساس ان انتوا هتحطوا خيار مخلل. طبعا برضو الخيار المخلل والتومية بيودوا الشاورما في حتة تانية خالص. في ناس بتحب تحط زيتون اخضر، بتحط جبنة موتزاريلا، بتحط فلفل الوان، بس احنا هنا بنحبها كلاسيك كده، بتبقى جميلة قوي وبتبقى حلوة قوي. جبت برضو طاسة تانية بقى فيها معلقة سمنة بلدي، واسخنها كويس، وابتدي احط السندوتشات بتاعتي كأنه جريل او كأنه شواية صغيرة كده. ده ينفع وده ينفع، وده الطاسة برضو مش يعني مش هتفرق حاجة عن الجريل، غير في الشكل بس، يعني بتديها تجزيعة كده بسيطة الجريل. لكن برضو شايفين التحميصة كويسة والتحمير كويس، وكأنها زي بتاعت بره بالظبط. ببتدي بقى اقلبها من على كل جنب شوية، عشان برضو هتفرق في الشكل وهيبقى شكلها حلو. يعني اجيبها من تحت شوية، من فوق شوية، من الجنب شوية، واثبتها شوية عشان تدي شكل برضو. بالظبط كده يا جماعة، كأني والله باكل شاورما من بره. مش هتفرق حاجة خالص عن بتاعت بره. يعني لو رايحة نادي، لو رايحة خروجة، ما يمنعش ان انتي تعملي حبة سندوتشات كده وتاخديها معاكي كأنك بتاكلي بره بالظبط، وفرحتي الاولاد وفرحتي نفسك برضو بالطعم كويس والنضيف والحاجة النضيفة.
جبت بقى واحد اهو، سندوتش واحد، وبقطعه قدامكم اهو، هتشوفوا شكله عامل ازاي. مش هيفرق عن بره حاجة، بالعكس انضف واحلى، وعملت كمية بالظبط كده اهو. جبت طبق التقديم بتاعي وابتديت احط بقى السندوتشات بتاعتي، وانا حطيت مايونيز على كاتشب. عايزه تحطي توميه كمان عادي، ما انا عامله كميه برضو في البيت، توميه زي بتاعت بره بالظبط. وادي الكميه، بصوا كميه قد ايه انا عملتها، شايفين كميه كبيره ازاي. ولو عجبك الفيديو متنسيش لايك وشير وسبسكرايب.